ازيكم احلى متابعين في الدنيا، متابعين قناة افكار وابتكار، احلى اخوات واحلى صحاب واحلى متابعين في الدنيا. الناس اللي بتحبيني بجد باخلاص وبتدعمني بجد بجد، انا مش عارفة اشكركم ازاي. بحبكم في الله، وشكرا قوي ليكم على دعمكم ليا. والناس اللي لسه بقى ما شرفتناش في القناة، يا ريت تشترك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد وحصري معانا ان شاء الله. تشوف معانا حاجات حلوة جديدة جاية ان شاء الله. والنهاردة ان شاء الله حبايب قلبي هنعمل فيديو كده حاجة حلوة، تنفعك في البيت، تنفعك برضو كمشروع، في مناسبة. هنعمل مع بعض كوبايات او كبات الجاتو، او كوبايات الترافل بتاعة الكافيهات. دي مطلوبة جدا في الكافيهات، او لو انت هتستخدميها كمشروع تعملي منها اوردرات. هقولك الطريقة والحاجات اللي هتستخدميها والخامات اللي هتحتاجيها. دي اول حاجة. بواقي الكيك معايا، كنت عيناها في الفريزر زي ما عرفتكم في كذا تورتايه بكون بعملها. البواقي اللي بتفضل بعينها في الفريزر. وبرضو في نفس الوقت لو عملتي تورتايه وما طلعتش ناجحة معاكي، تقدري تستخدميها في المشروع ده او تستخدميها في الكبات دي. بس والله هزعل منكم لو طلعت مش ناجحة معاكم، لان انا عملتها معاكم قبل كده مرتين في القناة بطريقتين مختلفة. فان شاء الله لو شفتيها عمرها ما هتفشل معاكي الاسبونج خالص. اول حاجة بقطعه كده قطع صغيرة زي ما انت شايفة كده. دي بواقي اي كيك عندك بقى، فانيليا او شوكليت اللي كان باقي عندي. اقطعه كده قطع صغيرة. انا بعد ما قطعته كله كده تمام، حاولي تقطعيه على قد ما تقدري. ده بقى معايا نص كوباية لبن، لازم يكون دافي. بصي اللبن مهم اوي في المرحلة ديت، علشان زي ما قلتلك انا مطلعاه من الفريزر بيبقى شادد شوية او نشف شوية. تاني حاجة زي ما انت شفتي كده، دي بتبقى الطبقة اللي وانا بزين التورت، بتبقى دي الطبقة اللي على الوش، فبحتاجها بتبقى يعني شادة شوية. هقلبه كويس في اللبن، بتسيبيه في المرحلة دي دقيقة واحدة. بصي هو بدأ يتشرب اللبن اهو. انا عايزاه الشكل ده ان هو يكون مندي بس، يعني شرب اللبن دقيقة واحدة يكون ندة. تاني حاجة معايا بواقي كريم شانتيه، سايبة معلقتين كده. عملت كريم شانتيه جهزته. والناس اللي ما شافتش قبل كده فيديوهات قديمة ليا، كريم شانتيه يا جماعة بتعمليه كوباية كريم شانتيه بجيبه خام من عند مستلزمات الحلويات او من عند العطار. دي كوباية بتحطي عليها معلقة سكر يستحسن يكون مطحون، ونص كوباية مية، وبتضربيه بالمضرب لغاية لما بتاخدي القوام اللي انت عايزاه. هقلبه برضو في الكريم شانتيه. هو كده اخد طعم الجاتو خالص، يعني تخيلي انت الطعم بقى. بواقي التورته كده دايبه في اللبن، اخده كريم شانتيه. بجد دي من الحاجات اللي انا بحبها، او الكبات ديت من الحاجات اللي انا بحبها. ليه بقى؟ بتحسي ان هي كل كبايه تورتايه منفصله لوحدها، بشكل وبزينه او بتزيين او كريم شانتيه او الحاجات اللي بتتحط فيها، بتبقى مستقله كده بنفسها. يعني ما تجيبي بقى تورتايه بتبقى كلها شوكليت او كلها فانيليا، انت كده بتختاري الصوص او الشكل اللي انت حابه. هبدأ اجهز معايا الكبات. طبعا انا عملتها معاكم قبل كده في القناة، بس كان بكاسات عادي في البيت. هنضف بس المكان عشان اهم حاجة ايه، الكبات يكون شكلها نظيف. احنا بقى هنعمل اوردر بقى. لا هو مش اوردر والله، بس لو انت هتعملي اوردر بجد مشروع حلو قوي، ومشروع ما شاء الله ربنا يكرمكم يا رب ناجح، وما بياخدش منك وقت خالص ولا تكاليف. بصي اول حاجة انا هبدأ بالكريم شانتيه زي ما قلتلك جهزته ازاي. هعمل دواير كده في الارضية. ممكن تستخدمي معلقة برضو عادي خالص، المهم ان انت تحطي طبقة في الارضية. هبدأ هنا افرغ بقى بواقي الكيك في الكبات عندي. بس تبدأي تفرغي، تحاولي ان انت تسويه.
هبدأ اوزع. انا بعمل كده دلوقتي 5 كبات، لان هعمل معاكي 5 اشكال مختلفة، كل كب بشكل منفصل تاني عن الكب التاني. تقدري انت تستخدمي نوع واحد من اللي انا بعمله. ده كريم شانتيه، دي هسيبها بيضة، فعشان كده زودت هنا الكريم شانتيه شوية. هنا هحط طبقة عادية خالص. ممكن برضو زي ما قلتلك تستخدمي معلقة او بكيس تلاجة، لان احنا لسه هنفرده. كده هبدأ افرده بالمعلقة، ودي هسيبها كده بيضة زي ما هي. زي ما قلتلك هعمل معاكي 5 اشكال. انتي تقدري تستخدمي شكل واحد، يعني زي المتاح عندك او زي ما انت عايزة. بس انا بوريكي كل الخامات على اساس ان انت لو هتستخدميه كمشروع او عندك عيد ميلاد او مناسبة وعايزة بقى ايه تبدعي، هقولك تستخدمي ايه. دي هسيبها كده على جنب، اللي هسيبها بيضة. اول حاجة معايا ده صوص صوص مانجا. بصي مش عايزة اقولك على جماله. العلبة دي ب10 جنيه، بجد بتبقى جميلة اوي. بستخدمها كمان في كبات وحاجات تانية، وبتبقى جميلة في الكنافة كمان. عملتها قبل كده معاكم في الكنافة برضو بالمانجا. بصي بتفرديها كده بالمعلقة، مش عايزة اقولك بقى طعمها خطير. تاني حاجة بقى معايا، لسه برضو هحط الفينش النهائي، بس بوريكي بس الصوصات. ده صوص فراولة. انا خلاص الحاجات دي يا جماعة بتسلم نمر عندي، لان اللي معايا في القناة وشافوا الفيديو بتاع عيد ميلاد ولادي، الحاجات دي فاضلة عندي من التورت اللي عملتها في عيد ميلاد ولادي. طبعا انتوا كنتوا شايفين انا عملت كمية تورت قد ايه. فانا عايزة اقولك ان انت لو جبتي الحاجات دي ان انت هتستخدميها كمشروع، هتكفي معاكي وهتبقى موفرة اكتر. لكن انا بخلص الحاجة مثلا او بستعملها وبرجع احطها تاني في التلاجة، بستخدمها في كذا حاجة. فالحاجات دي جميلة قوي في البيت ومش غالية كمان. عايزة اقولك ان العلبة دي ب10 جنيه، بتيجي من عند مستلزمات الحلويات. كده هسوي الفراولة، غير برضو المعلقة، وهبدأ اعمل الشكل التالت. ده جناش شوكليت. انا طبعا زي ما قلتلك عشان كان عيد ميلاد ولادي، كنت جايبة الكيس اللي هو الكيلو، كيس كبير. طبعا برضو بيسلم نمر اهو بيخلص. فانتي بقى لو حابة ان انتي تجيبي علبة زي اللي انا وريتها لك في الاول ده، اللي هي علب الصوصات الصغيرة، في منه برضو علبة ب10 جنيه. يعني بقولك الاسعار والخامات بحيث ان انتي ما تكلفيش نفسك. لو عايزة على قد مناسبة او على قد يوم، بتجيبي الخامات اللي هي الحاجات اللي ب10 جنيه. بصي بتحاولي تفرديه. طبعا انا مطلعاه من الفريزر فكان متجمد شوية. هبدأ بقى، مش هسيب حاجة في الكيس، هو كده خلاص هيترمي كده خلاص خلص. فهكمل بقى بقية الكوباية. هفضي بقى كل اللي فيه. هعملها شوكليت لان دي اصلا عشقي خلاص، دي الكوباية بتاعتي. فانا بموت في الشوكولاتة، فلازم اغرقها شوكولاتة. كده بقى تفرديها بالراحة، لان طبعا الجناش يا جماعة بيبقى غير الصوص. الصوص بيبقى سايل شوية، الجناش بيبقى متماسك شوية. دي برضو معلومة على حسب ما انت عايزة تجيبي. يعني وانت بتجيبي من مستلزمات الحلويات، بتجيبي الصوص بيبقى شبه الصوص الفراولة او المانجا اللي انا وريتهولك ده. الجناش بيبقى تقيل شوية، بيبقى القوام بتاعه بالظبط كده تقريبا زي النوتيلا. انا بسوي الطروف وبرجع اسوي كل الطروف ديت بمنديل مطبخ او كلينكس من بتاع المطبخ، بحيث ان يبقى شكلها حلو وما تبقاش متبهدله. رابع حاجه معايا ده صوص كراميل، استخدمناه برضو في حاجات كتير قوي في القناه، وقلتلك عملنا بيه وصفات سحريه بجد، كانت جميله قوي. بتستخدميه في ايه؟ العلبه دي برضو كان بواقي معلقه يدوب فيها اللي انا احتجتها. هبدأ برضو اسوي الوش كده. طبعا الصوص الكراميل ده من احلى الحاجات اللي الاطفال بيحبوها.
يعني هي ممكن من اكتر الحاجات لو انت بتعمليه للاطفال، من اكتر الحاجات اللي بيحبوها الشوكليت والكراميل. بصي بقى، انت ممكن تسيبي الصوص اللي هو الشوكليت ده سايل زي ما هو كده، ما تحطيش عليه حاجة، او تحطي عليه واحدة اوريو بس. انا بحب ادخل فيه صوص شوكليت ابيض، بيديله طعم كده وبيديله شكل حلو. بحاول اعملها مربعات كده او مكعبات صغيرة، ديها شكل كده مختلف. بصي هتمشي عشوائي كده طول وعرض. قلتلك انت ممكن تسيبيها بالشوكليت زي ما احنا كنا عاملينها، تحطي عليها بس وردية كريم شانتيه، او تحطي عليها كريزية، او تحطي عليها وحداية اوريو، دي اللي هي كبات الاوريو، لو حابة تعمليها الشكل ده. انا هبدأ كده اشكلها مكعبات. هي دلوقتي لما الشوكولاتة بتسيل شوية بتدي الشكل اللي احنا عايزينه. هاجي بقى هنا على البيضة، او اللي هي بالكريم شانتيه بس. ده صوص شوكولات برضو زي ما قلتلك، دي من ضمن الخامات. ببدأ ادي خطوط عرضية. كل الحاجات دي حبيبتي لو انتي هتبدأي تعمليها مشروع، بتجيبيها من عند مستلزمات الحلويات، مش غالية ومش هتكلفك حاجة، وبتعمل معاكي ما شاء الله كمية كبيرة قوي. هبدأ برضو بالعصاية بتاعة الشيش طاووق، او ممكن بخلة سنان، او سكينة كده بتجيبي بطرف السكينة. هبدأ ادي خطوط كده بالطول والعرض، تساوي كده من الجناب على شكل السنبلة. حاولي بقى تساوي من الجناب كده. بصي بقى الجمال. هبدأ بقى اديها تزيينة بكريز، تقدري تحطي مكسرات او تحطي كمبوت، تحطي بقى او زي ما قلتلك وحدات اوريو. التزيين ده بقى يرجعلك. بصي بقى الجمال. تحسي ان احنا عملنا 5 تورتات باشكال مختلفة، والطعم روعة. بصي اللي بالشوكليت، بصي المانجا، ده اللي بصوص المانجا، دي بصوص الفراولة، دي بصوص الكراميل. زي ما قلتلك تحسي ان انتي عاملة 5 تورتات مختلفين. مشروع ناجح قوي لو انتي حبيتيه وما بياخدش معاكي وقت خالص. لو عجبتك الفكرة والفيديو بتاعنا، لايك وشير واشتراك في القناة علشان يوصلك معانا ان شاء الله كل جديد وكل مفيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.